ياه رمضان. تصدقوا يا أولاد إن ريحة رمضان بتيجي قبل الشهر نفسه بشهرين؟ ريحة الخشب اللي بيتصنع منه الفوانيس وريحة الورق اللي بيتقص عشان الزينة. رمضان زمان ما كانش مجرد شهر في السنة، ده كان حالة بنعيشها. كان في بركة في الوقت وفي اللقمة وفي الضحكة. النهاردة أنا هحكي لكم الحكاية من أولها، من أول ما كنا بنقف فوق السطوح ندور على الهلال لحد ما بنلبس لبس العيد وننزل نصلي الفجر. الحكاية دي كبيرة، فجهزوا كوباية الشاي بتاعتكم وتعالوا نعيش ال30 يوم دول كأننا في آلة زمن. أنا الحاج نينو، ايوه نينو، اللي شاف زمان وشاف دلوقتي، وجايلكم النهاردة بموسوعة رمضان اللي هتخليكم تحسوا بالبركة اللي كانت مالية بيوتنا. بص يا سيدي، الحكاية بتبدأ من نص شعبان. تلاقي الأمهات في البيوت بدأوا الطوارئ. زمان ما كانش فيه سوبر ماركت تروح تجيب منه حاجتك بالفيزا وتتدلع، لا ده كان فيه تجهيز. تلاقي ستك وأمك قاعدين ينقوا الرز ويجهزوا السمنة ويغسلوا الستاير، البيت كله لازم يبرق. والعيال الصغيرين اللي هم احنا زمان كنا بنبقى شغالين مهندسين زينة، نجيب المجلات القديمة والكتب اللي خلصناها ونقصقصها مربعات ومثلثات ونعمل النشا الصمغ في البيت. عارفين النشا؟ مية ودقيق ونقلبهم على النار لحد ما يمسكوا، ونلزق بقى الشرايط دي في بعضها ونطلع من بلكونتنا لبلكونة الجيران، يا حاج محمد ارمي الحبل عندك، والشارع كله يتغطى بشبكة من الورق الملون. ما كانتش زينة بكهرباء وبلاستيك زي دلوقتي، كانت زينة بحب وبإيدين تعبت فيها، فكان ليها طعم تاني خالص. يجي بقى يوم الرؤية، يا سلام على يوم الرؤية. كنا نقعد قدام الراديو الكبير ده اللي بياخد نص الصالة ونستنى المفتي يقول بكرة أول أيام شهر رمضان المبارك. الكلمة دي كان بيبقى ليها زغروطة في البيت كله، والناس تنزل الشوارع تبارك لبعض، كل سنة وانت طيب يا حاج، رمضان كريم يا أستاذ فلان. والعيال تجري بالفوانيس اللي بشمعة، الفانوس الصاج الأصلي اللي كان بيحرق صوابعنا بس كنا بنموت فيه. الشمعة كانت تخلص، نفتح الباب الصغير ونحط غيرها ونغني وحوي وحوي. ما كانش فيه سبايدر مان بيغني رمضان جنة، كان فيه فانوس تقيل ليه هيبة وليه ريحة شمع محروق بتفكرنا بكل حاجة حلوة. أول ليلة سحور دي بقى حكاية لوحدها، مفيش حد بينام، تلاقي الدنيا كلها صاحية. الزبادي كان بيتعمل في البيت في طواجن فخار صغيرة وتتحط في الفرن الدافي لحد ما تمسك، والقدرة بتاعت الفول كانت بتتملي من عند عم كامل الفوال اللي على نصية الشارع. تقف في الطابور والريحة تدوخك. السحور كان لمتنا كلنا على الطبلية، ناكل اللقمة ونشرب المية ونستنى المسحراتي. يا ولاد، المسحراتي ده كان GPS الشارع. اصحى يا نايم، وحد الدايم. ما كانش بس بيصحينا، ده كان عارف كل واحد فينا بالاسم. اصحى يا نينو، اصحى يا حمادة، اصحى يا أستاذ فوزي. كنا بنستناه ورا الشيش ونرميله القرشين في ورقة ملفوفة وهو يفضل يدق على الطبلة لحد ما نختفي. ودلوقتي يا ولاد تعالوا نحكي عن أول يوم. صيام أول يوم ده كان اختبار قوة. العيال الصغيرة كانت تصوم لحد العصر أو صيام العصفورة، وستك تقولك يا ابني كمل فاضل تكة، والبيت كله ريحته بصل وتوم ومحشي. من الساعة 1 الظهر تلاقي المطبخ ده بقى غرفة عمليات. المحشي ده كان الراعي الرسمي لأول يوم رمضان، ورق عنب وكرنب وفلفل، والبطة الكبيرة اللي قاعدة في نص الصينية كأنها عمدة السفرة. وأهم حاجة بقى في رمضان هي طبق الجيران، دي عادة يا ريتها ترجع. تلاقي أمي تقولي خد يا نينو ودي الطبق ده لطنط أم فلان، أروح أودي طبق محشي أرجع بطبق قطايف. نص الشارع بياكل من طبق بعضه، ما كانش في حد بيفطر لوحده أبدا. لو غريب ماشي في الشارع وقت الأذان بيتشد من إيده يقعد يفطر غصب عنه، والله ما انت ماشي. دي الجدعنة اللي كانت بتميزنا. ساعة الأذان دي بقى لحظة صمت رهيبة بتنزل على البلد. الشوارع تفضى تماما، حتى القطط بتستخبى، الكل قاعد قدام السفرة، المية والبلح قدامنا ودنا مع المدفع، مدفع الإفطار اضرب. الكلمة دي كانت بتفتح أبواب السعادة. نشرب المية ونقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، ونبدأ في الأكل. وبعدين بسرعة الكل يقوم يلبس عشان صلاة التراويح. الجامع كان بيبقى مليان بالشباب والناس الكبارة، والعيال الصغيرين واقفين ورا بيعملوا دوشة والشيخ يزعق لهم وهم يضحكوا. كانت أيام كلها بركة وراحة بال. وبعد التراويح ما كانش فيه نوم بقى، كان فيه السهر الرمضاني. نقعد قدام التلفزيون نستنى الفوازير، شريهان ونيلي وفطوطة. كنا نقعد نفكر في حل الفزورة ونكتبها في جوابات ونبعتها للبريد، وكان عندنا أمل كبير إننا نكسب. والرجالة يقعدوا على القهوة يلعبوا طاولة ويشربوا شاي بملبن، والستات يقعدوا يدردشوا ويجهزوا الكنافة والقطايف.
الكنافة دي كانت بتتجاب شعر من عند الكنفان اللي بيعملها قدامنا بالفرن البلدي، ونروح البيت بقى نحط لها السمنة والسكر والمكسرات اللي كانت بتبقى سوداني وزبيب في أغلب الوقت، بس طعمها أحسن من الفستق بتاع دلوقتي بألف مرة. وعلى سيرة الأكل لازم نحكي عن المشروبات، قمر الدين والعرقسوس والتمر هندي. العرقسوس ده كان ليه شيف مخصوص لابس الطربوش والسجاط في ايده، شفا وكفا يا عرقسوس. كنا بنشربه واحنا مكشرين بس بنحبه. وقمر الدين اللي كان بيتحضر من الصبح عشان يلحق يسقى. الحاجات دي كانت بتدينا طاقة نكمل بيها اليوم. ومع مرور الأيام تلاقينا دخلنا في ال10 الأواخر. هنا بقى الريحة بتتغير في البيت، ريحة المحشي بتقل وبتحل محلها ريحة الكحك. يا ولاد، خبيز الكحك ده كان مهرجان. السجات بتترص والمنقاش بيشتغل، واحنا العيال الصغيرة كنا بناخد حتة عجينة نعملها عصفورة أو تعبان ونحطها في الصاج ونستنى لما تطلع من الفرن عشان ناكلها. البيت كله بيبقى متعفر بالدقيق، بس الفرحة كانت مكسرة الدنيا. والليلة الكبيرة بقى ليلة العيد، دي ليلة الوداع الحزين لرمضان والفرحة المنتظرة للعيد. الناس تبكي في الجامع وهي بتصلي آخر تراويح، والبيوت بتتنظف لآخر مرة، ولبس العيد بيتحط جنب السرير. كنا بننام واللبس الجديد والجزمة باتة في حضننا عشان نصحى نلبسهم وننزل نصلي العيد. رمضان يا ولاد ما كانش بس أكل وشرب وصيام، رمضان كان مدرسة بنتعلم فيها الصبر، بنتعلم فيها إننا نحس بغيرنا، بنتعلم فيها إن اللمة هي اللي بتعمل طعم للحياة. دلوقتي بقينا بنبعت رمضان كريم في رسالة واتساب، وبقينا بنفطر قدام الموبايل. لكن زمان كان رمضان في القلب وفي العين وفي الشارع. يا ريت نرجع تاني نفتح بيوتنا لبعض ونعمل الزينة بإيدينا ونحس ببركة الشهر بجد. مش محتاجة مصاريف كتير ولا منظرة، محتاجة قلب صافي وضحكة حلوة وطبق محشي يروح لجاره محتاج. دي كانت حكايتي النهاردة عن شهرنا الكريم. يا رب تكون فكرتكم بالحاجات الحلوة اللي عشناها، وتكون شجعتكم تخلوا رمضان السنة دي زي زمان. انتوا بقى ايه اكتر حاجة بتوحشكم في رمضان بتاع زمان؟ احكولي في الكومنتات وانا هقعد اقرا كلامكم واحد واحد. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا كلنا.